لو ما كسبتش الدوري في الحاله دي هتكسبه امتى؟ حاله ايه يا كابتن؟ انت صارف حوالي مليار جنيه في الاخر تقول لي حاله؟ حاله مين يا عم؟ انت في انهي حاله يا حاج؟ يا حاج نهارك ابيض صباحك زي الفل. انهي حاله؟ اوعى تقول انا ما صرفتش مليار، عشان انت كده يبقى بيضحك عليك او انت بتضحك على نفسك. زيزو لوحده كان سعره هو في الزمالك سعره عالميا 6 مليون دولار. فانت احسبها مع نفسك وشوف هيطلع كام دولار. شوف انت جايب تريزيجيه بكام دولار. الكلام ده كله ما تقوليش اصل انا ما اشتريتوش. انت اللاعب نفسه القيمه بتاعته كده، هو القيمه بتاعته كده، هو ماشي علشان خاطر هو المفروض ياخد 6 مليون دولار. فطبعا الزمالك مش هيديه 6 مليون دولار، هيروح لك انت عشان خاطر التيشيرت. مش هنحور على بعض، احنا عارفين الكلام ده ما بقاش موجود. تريزيجيه نفس الكلام. برضه انت الراجل جايبه عالمي على فكره. صفقه تريزيجيه تحديدا انا كنت مستبشر بيها خير جدا عن اي حد، عن زيزو وعن اي حد. انا ده الوحيد اللي كنت خايف منه. المفروض انت جايب لاعب عالمي ولسه صغير، مش معجز يعني. فاكيد برضو ما شاء الله هتلاقيه واخد مبلغ، يعني اقل حاجه نفس الكلام. بالدولار برضو الناس دي واخده فلوسها كاش بالدولار. مش هكلمك عن حد تاني، انا هكلمك عن الفردتين دول بس. احنا نحسبها بالعقل. فجاي تقول لي لو ما كسبتنيش وانا حالتي وحشه، او ما كسبتش الدوري انا حالتي وحشه، وبيراميدز وحش، هتعمل ايه؟ بيراميدز الوحش ده لسه واخد افريقيا. الحمد لله. احنا عندنا مدرب دلوقتي بيشتغل، عامل شغل، عامل نتيجه، انا مقتنع بيه جدا. مقتنع باللي بيعمله في الملعب، مقتنع بالثغرات بيعملها. عندك حركه عملها في ماتش بيراميدز كده لما شاف الثلاثه اللي نازلين كانوا مروان حمدي ووليد الكارتي، ولقى ان الراجل يوريتيتش هيبدا يلعب ضغط عالي، نزله شيكو بنزا عشان يلعب في الظهر، عشان انت تبدا تضغط عالي. فده كله هيبقى فاضي، وبالتالي انا هستغل الجبهه دي لان الشيبي كمان كان طاير. ده مدرب. وعلى فكره اللي هيحكم الماتش اللي جاي مدرب. انا عايز اتفرج على ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي عشان انا واثق في المدرب. الزمالك عن المدرب بتاع الاهلي. مدرب الاهلي فاضي، وهو ده اللي هيخسرك ماتش بيراميدز وماتش الاهلي وماتش الزمالك. فالماتش اللي جاي دي بالعكس انا مستنيها. واقول لك على حاجه تانية، انت هتخسر من بيراميدز وهتخسر من الزمالك ان شاء الله، وهتطلع تعيط وتقول الحكام خسروني، مش هتقول انا وحش وخسرت. بس فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ ده اللي دارج دلوقتي، لان الاعلام هيطلع يقول لك الحكام، فالجمهور هيردد الحكام. الاعلام طلع قال لك اللعيبه، فالجمهور هيردد اللعيبه. اللي الاداره هتقوله الجمهور هيردده. ودي مشكله الاهلي دلوقتي. بسيطه يعني.